السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، متابعين قناة من الرياض، أهلا وسهلا بكم. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. نقدم لكم أخبار السعودية والعالم اليوم، ولكن قبل أن نبدأ كنا ندعو ونقول اللهم احفظ الدول العربية والإسلامية من الزلازل والفتن، آمين يا رب العالمين. كل عام وأنتم بخير بمناسبة بدء العام الهجري الجديد. نبدأ نشرتنا بالعناوين. حريق في الرياض منذ قليل، والقبض عليهم لممارستهم أعمال تنافي الآداب في مركز مساج في السعودية. التمييز الكويتية تقضي بحبس وزير الداخلية والدفاع 3 سنوات. وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصال هام عاجل جدا من المحكمة العليا السعودية. واليمن تسجل 1400 إصابة منذ قليل، تم إعلان الخبر وإعلان عدد الوفيات. ومصرع 6 ركاب في اصطدام الطائرات منذ قليل، مرض خطير ينتشر و181 حالة وفاة. وفاة الفنانة نجمة مسلسل شراب التوت. وفي خبر آخر، حريق في مصر، ويوجد لدينا أخبار أخرى، ولدينا في نهاية النشرة زلزال خطير يضرب هذه الدولة. نبدأ نشرتنا مع الخبر الأول عاجل جدا من الدفاع المدني السعودي. وأخمدت فرق الدفاع المدني في منطقة الرياض حريقا اندلع في مركبتين داخل حي طويق، وده نتيجة تسريب وقود من شاحنة أدى إلى اشتعال النيران في الموقع. وأوضح الدفاع المدني أن الفرق باشرت الحادث فور وصولها، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده في حينه دون تسجيل أي إصابات. وأكدت الجهات المختصة أنه تم استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بالحادث لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم. في خبر آخر، ضبطت شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الإتجار بالأشخاص وافدين لممارستهم أفعال تنافي الآداب العامة في أحد مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم المساج. وكان أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم من النيابة العامة واستكمال تطبيق مخالفة لائحة الجزاءات البلدية على المراكز من أمانة المنطقة. في خبر آخر، قضت محكمة التمييز الكويتية اليوم بحبس وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى تغريمه 3000 دينار كويتي في قضية تتعلق بالمصروفات السرية. وأوضحت المحكمة أن الحكم صدر بعد إدانة الشيخ طلال الخالد في وقائع مرتبطة بملف المصروفات السرية، حيث شمل القرار أيضا إلزامه بدفع الغرامة المالية. يذكر أن الشيخ طلال الخالد شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 وحتى 17 يناير 2024، وتولى أيضا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع خلال فترة من 9 مارس 2022 وحتى 16 أكتوبر 2022. في خبر آخر، تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي وزير الخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عرقجي، وأعرب سموه في مستهل الاتصال عن ترحيب المملكة بتوصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية الاتفاق بينهما لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم، وتتطلع المملكة إلى تحقيق سلام يعزز أمن المنطقة والعالم. واستعرض سموه ومعاليه مستجدات الأوضاع الإقليمية وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق استقرار دائم. في خبر آخر، صدر عن المحكمة العليا في السعودية بيان، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحيث قال في ملخص البيان أنه تم رؤية هلال شهر محرم، ويكون الثلاثاء اليوم هو أول أيام شهر المحرم. كل عام وأنتم بخير.
في خبر آخر، سجلت السلطات الصحية في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن أكثر من 1400 حالة إصابة بحمى الضنك، و14 وفاة مرتبطة بالوباء في المحافظة منذ مطلع العام الجاري. في خبر آخر، لقى 6 ركاب مصرعهم اليوم إثر اصطدام مروحتين وتحطمهما في أجواء المنطقة الغربية من مدينة ريو دي جانيور البرازيلية، حيث اصطدمت المروحتين. وحيث أوضحت إدارة الإطفاء بالمدينة أن أحدى المروحتين سقطت على معرض لبيع السيارات الكهربائية، مما تسبب في اندلاع حريق آخر تم إخماده لاحقا. تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية تصاعد مقلق في أزمة تفشي فيروس إيبولا بعدما أعلنت وزارة الصحة عن قفزة جديدة في الأرقام، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 782 إصابة و181 حالة وفاة. وفاة نجمة مسلسل شراب التوت، حيث توفيت الممثلة التركية إيجي أرتيم اليوم إثر أزمة قلبية مفاجئة تعرضت لها داخل منزلها، مما أثار صدمة كبيرة في الوسط الفني. إنها رحلت بعد أقل من 24 ساعة من احتفالها بعيد ميلادها ال35. شهدت قرية منشأة برديس في مصر التابعة لمركز البالينة جنوب محافظة سوهاج اندلاع حريق داخل مخزن الأجهزة الكهربائية مقام على مساحة 5 قراريط. في خبر آخر، قتل 9 أشخاص وأصيب 28 آخرين من مجموع 51 حالة تسمم بغاز أول أكسيد الكربون في منجم للذهب بمقاطعة جلين شمال شرق الصين اليوم. في خبر آخر، خيمت حالة من الصدمة والحزن على الوسط الغنائي ومواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة بعد الإعلان عن وفاة المغني الأمريكي أوليفير تراي برفقة يوتيوبر شهير إثر تحطم مروحتين في البرازيل اصطدموا ببعضهم البعض. وأوليفير تراي صاحب 32 عاما وصانع المحتوى الأرجنتيني على يوتيوب غاسيبي الذي يبلغ من العمر 23 عاما من بين 6 أشخاص لقوا مصرعهم في الحادث، حيث تحطمت مروحية تحطم مروع في ريدي جونيور بالبرازيل صباح اليوم. في خبر آخر، ذكرت الشرطة الإثيوبية أن 31 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب عشرات آخرون إثر سقوط حافلة في وادي ضيق بإقليم أمهرة الذي يموج بالصراع بشمال البلاد. في خبر آخر، سحبت شركة نارا أورجانيكس منتجاتها من حليب الأطفال العضوي كامل الدسم في الأسواق الأمريكية بعد إصابة 3 رضع في 3 ولايات مختلفة بمرض التسمم السجقي النادر والخطير. في خبر آخر، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة عرض البحر قبالة سواحل جنوب الفلبين للمرة الثالثة، حيث أعلنت هيئة المسح الجيولوجي، وذلك بعد أسبوع من زلزال قد أدى إلى مقتل 65 شخص على الأقل. شكرا لكم.